ثانيه واحده كده. اخطر حاجه ممكن تحصل لاي شاب مش انه يغلط، لا، انه يتعود على الغلط وما يكونش حاسس بيه. اخطر حاجه ممكن تحصل لاي شاب مش انه يغلط، كل الشباب بتغلط، ولكن المشكله هنا انه يتعود على الغلط وما يبقاش حاسس ان هو بيغلط، وما يبقاش عارف ولا حاسس ان هو في غفله. زمان اول مره الانسان كان يعمل ذنب كان قلبه بيرتعش من الخوف، اما دلوقتي الناس بقت تعمل الغلط وتضحك. مش كده وبس، دي بتغلط وبتتصور وبتتباهى بالغلط بتاعها، وده في حد ذاته بقى شيء مرعب جدا. بص حواليك كده هتلاقي بقى الطبيعي ان الولد والبنت يفضلوا يتكلموا مع بعض طول اليوم، وهتلاقي من الطبيعي كمان ان العلاقات الحرام كلها بقت منتشره، وهتلاقي ان بقى من الطبيعي برضو ان اي حد ينصح للهدى او للهدايه يتقال عليه ده شخص معقد او شخص جاي من كوكب تاني، وكأن كده الحياه بقى عيب. بس تعرف المشكله فين؟ المشكله ان الحاجه لما بتتكرر قدام منك عقلك بيتعود عليها حتى لو كانت غلط، وده بقى اللي خلى الحرام اسهل. واحب اقول لك ان ده اللي بيحصل دلوقتي، السوشيال ميديا خلت الحرام اسهل بكتير جدا. دلوقتي بقى في صور، في فيديوهات، في مكالمات، في تعليقات، في رسائل، ويجي الواحد يبص على نفسه بعد فتره يلاقي نفسه ضاع وهو مش واخد باله. المشكله هنا ان ناس كتير جدا حوالينا بيغرزوا في الغلط كل يوم ومفكرين نفسهم اللي هم متحكمين في حياتهم واللي هم مسيطرين على حياتهم. وسبحان الله ربنا عارف ان كل ده هيحصل فمحذرنا وقايل لنا لا تقربوا الزنا. حاول كده تركز في كلمة ولا تقربوا. يعني ايه بقى لا تقربوا؟ يعني اوعى تقرب اي طريق بيقربك من الغلط او بيبعدك عن ربنا، فورا لازم تبعد عنه، لان ربنا عارف ان البداية دايما بتبدأ صغيرة، او التجربة دايما بتبدأ صغيرة وفيها متعة، ولكن بتنتهي بكارثة. ومن المؤكد برضو ان مفيش حد بيصحى من النوم فجأة يلاقي نفسه شخص ضايع، ولكن الموضوع بيبدأ مع اي انسان بشيء بسيط جدا، زي نظرة، فضول، سهرة، تعود، بعدها اترحم على قلبك. لان اخطر حاجة ممكن تحصل لاي بني ادم ان قلبه يبطل يحس. تعرف ازاي ان قلبك مات منه الاحساس؟ لما تشوف الغلط عادي، لما تعمل الذنب وما يضايقكش، او لما تعمل الذنب وما تحسش انك عملت حاجة غلط، ساعتها بس تعرف ان الموضوع بقى خطر فعلا. اوعى تستهون باي ذنب حتى لو كان صغير، يحسبوه هين وهو عند الله عظيم. ما تعملش وما تقولش زي الناس اللي بتقول يا عمي كل الناس بتعمل كده، يعني هي جت عليا، ما كده كده غلط ولا كده كده خربانه. احب اقول لك لا، مش معنى ان الغلط منتشر وكل الناس بتعمله يبقى انه صح. زمان كان اللي يغلط كان يجري يستخبى، اما دلوقتي الناس بقت تتباهى بالغلط اللي هي بتعمله، وده بقى شيء مخيف جدا. عارف ليه؟ لان الفحشاء عمرها ما بتيجي لوحدها، لازم تيجي وجايبه وراها وجع، قله قيمه، ضعف، فراغ، بعد عن ربنا. ولازم تكون متاكد ان اي انسان بيعمل الغلط بيتكسر من جواه واحده واحده، حتى لو قدام الناس بيضحك وباين ان هو جامد جدا. انا عارف ان الكلام ده ممكن يوجع ناس كتير جدا، ولكن تاكد ان الحقيقه دايما بتوجع. لو انت حاسس انك بعيد عن ربنا او بتعمل حاجه غلط، ابعد عنها فورا ومن غير ما تفكر. ارجع قبل ما قلبك يتعود على الغلط، ارجع قبل فوات الاوان. ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا ان الله يحب التوابين، خير الخطائين التوابين. يعني ايه بقى؟ يعني مهما غلطت باب الرجوع لسه مفتوح، مستنيك بس انك تروح له. وما تسمعش لاي حد يحاول يقنعك او يحسسك ان النظافه من جواك انك تكون نظيف وطاهر لله ده ضعف او دي حاجه وحشه. ولازم تكون واعي ان احنا بقينا في زمن الغلط فيه بقى سهل جدا، والالتزام بقى قوه. تحدي الفيديو ده او فولة الفيديو ده بتقول لك خلي بالك، لان مش كل حاجه منتشره حواليك تبقى طبيعيه، وخصوصا اللي احنا بقينا في زمن وفي وقت الحرام فيه سهل ومتيسر، وساعات بتكون اكتر حاجه الناس متعوده عليها بتبقى هي دي اكتر حاجه بتاذيهم. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو اي حاجه حابب تقولها لي يا ريت تكتب لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.